السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم عاملين إيه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنستهل الحلقة النهارده بآية جديدة من كتاب الله عز وجل. آية النهارده في سورة القصص الآية 59. ربنا عز وجل بيقول: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. آيات جميلة جدا. ندخل في حلقة النهاردة على طول. حلقة النهاردة لو حد بيسأل بيقول: لو يا دكتور عندي صبغات كتير جدًا ومش عايز أعمل تبييض عشان عرفت إنه مُضِر، وفي نفس الوقت باعمله بالتنضيف، طبعًا التنضيف عشان نكون عارفين زي ما قُلنا بيشيل الجير اللي هو بين السِنَن الcalculus، إنما عايز أقول لك في صبغات معيّنة بتبقى إيه، يعني قاعدة على السنان ما بتطلعش حتى بالفُرشة ولا بجهاز التنضيف ولا كده، بتحتاج يعني بيكون ليها طبقة مصفرة زي كده، بيبقى العيان ساعات مش راضي عنها عايز يخلّيها أفتح. ممكن الحل بتاعك إنك تعمل laminate veneer. يعني إيه؟ اتكلمنا عنها في فيديو ممكن ترجع على اليوتيوب ورا. عندي اللي هو عبارة عن عدسات لاصقة بتتحط على السنان بتدّي درجة من التفتيح. ده للناس اللي مثلًا طبيعي شغلها واقفة في reception، واقفة مش عارف في استقبال في حتة معيّنة، تحتاج إن لازم شكلها يكون مش عارف بطريقة معيّنة أو كده. فاللي عايز الحاجات دي، ده حل ممكن يكون كويس جدًا بدل التبييض والحاجات اللي هي على المدى البعيد بتاكل طبقة المينا وبتبوّظ سنانك خالص، لإن إيه، ما تاخدكش الوهلة إن أولها بيكون مثلًا كويس أو حلو أو كده، وبعد كده بتدّيك أضرار وحشة جدًا على المدى البعيد. أنا دايمًا باكون صريح معاكم وباقول لكم الحاجة. حتى شوف، ممكن واحد يقول لك ده مثلًا يعني دي حاجة كويسة وحاجة الناس كتير بتجري عليها، بس أقول لك لأ، هي مش كويسة. أشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.